سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. البنات هنا جبت لكم هذه التحلية بزاف 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 بنينة، وكي نقول لكم بزاف بنينة مانيش نزيد عليكم ولا صدقوني والله غير بنينة. الحاجة اللي مش بنينة والله ما نحطها لكم. لا علينا نبداو مع الوصفة. هنا الوصفة مع المقادير وطريقة التحضير. كما راكم تشوفوا جبت هاد الكاسرونه حطيت فيها نصف لتر من الحليب، 3 مغارف فرينه يكونوا مغربلين. نعم سيداتي فرينه ومش انشا. عم بالي كاين اللي تجي بيزا كيفاش فرينه نورمال، فرينه درت بها اون كريم ما شاء الله. حطيت هنا لا باتاغوم فاني اللي ما عندهاش دير لاغوم نتاع عفوا لا فاني بودر ولا سائله. حطيت 3 مغارف تاع سكر، نخلط بارد في بارد حتى يتجانس هذاك الخليط. تذوب لي الفرينه والسكر ونحطهم فوق النار ونستمر في التحريك حتى يعقد لي الخليط. هنا شوفوا البنات بعد ما عقد لي طفيت عليه حركته بيان، وراح نزيد له بواط فلون كراميل. صدقوني البنات هاد الياغورت كراميل راح يبدل له الطعم، يعني راح يعطيكم واحد لاكريم بزاف بنينه مش راح تندموا عليها. يعني جربوها وعينيكم مغمضين على ضمانتي. هاد لاكريم كل مره نديرها ولكن ما يكتبش ربي باش نصورها لكم، ولكن هاد المره قلت نصورها لكم. هنا جبت هاد لي فريز كنت قطعتهم بهذا الشكل شرائح طوال، وجبت غاطو وجبت شويه قهوه مخفى بشويه ماء، وجبت هاد لي كوب. انا استخدمت هنا تاع البلاستيك عندي يعني تاع الزجاج، ولكن حبيت في هذا يعطيهم مظهر رائع. نسرد شوي شوي هذاك الغاطو ونحطو كقاعده عشوائيا، يعني ما نستفو ما والو، نحطو عشوائيا فقط. ما تنسوش ديروا ابوني وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بعد ما درت هاد الغاطو راح نستف هاد لي فريز على الجوانب نتاع هاد لي كوب. راح نكملهم كامل بنفس الطريقة، وزيد نحط لهم في الوسط شويه فريز. هاد الخطوه اختياريه تقدروا ما تحطوش اللي ما عندهاش الفريز بزاف. وبعد ما كملت راح نحط لا كريم، ومن بعد نزين من الفوق بحبه نتاع فريز وشهية طيبة. نتمنى عجبتكم الوصفة ونال اعجابكم الفيديو. ما تنسوش تجربوها البنات وتحاسبوني بالصور تاع تطبيقاتكم في الفيسبوك. دمتم في رعاية الله وحفظه.